السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الامتثال. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن موضوع ناس كتير جدا سألتنا عنه. الموضوع ده بخصوص الدبلوم المهني في السموم والكيمياء الطبية الشرعية بكلية الطب جامعة المنوفية. ناس كتيرة جدا من خريجي كليات الطب وكليات العلوم كلية الزراعة بعتوا لي أسئلة استفسار عن الموضوع دوت. عشان كده أنا قررت أتكلم عن الموضوع دوت في فيديو عشان أفيد كل الناس وأرد على كل الأسئلة اللي اتسألت لي. ولو انت عايز تعرف اي حاجه بخصوص الدبلومه ديت تابعني في الفيديو، ان شاء الله هتعرف كل حاجه. ايه العناصر اللي انا هتكلم عنها في الفيديو؟ ايه هي الدبلومات المتاحه لخريج الكليات اللي انا قلتها؟ ايه هو موعد مواعيد التقديم امتى؟ الاوراق المطلوبه ايه هي؟ شروط الدبلومه، الرسوم الدراسيه، هل الدراسه من ضمن الاسئله اللي اتسالت لي الدراسه باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه؟ المجالات بتاعة العمل لما انا اخد على الدبلومة ديت، ايه مجالات العمل اللي انا ممكن اشتغلها؟ المحتوى الدراسي بتاع الدبلومة بدرس فيها ايه وايه؟ مدة الدراسة بتاعة الدبلومة عبارة عن ايه؟ ونتكلم شوية عن الدبلومة وبكل تفاصيلها. فانت لو محتاج اي حاجة بخصوص الدبلومة هنصحك ان انت تشوف الفيديو دوت وتابع الفيديو للاخر عشان تستفيد. هنتكلم عن الدبلوم المهني سواء في فحص مسرح الجريمة ودوره في خدمة العدل. ده أول دبلوم هنتكلم عنه. الدبلوم الثاني اللي هنتكلم عنه الدبلوم المهني في السموم والكيمياء الطبية الشرعية، والاتنين دولت موجودين في كلية الطب في جامعة المنوفية. هنتكلم عن شروط مواعيد التقديم والمصروفات وكل حاجة تخص الدبلوم. أول سؤال بيتسأل لي إيه هي الدبلومات المتاحة؟ الدبلومة المتاحة في دبلومتين. أول دبلومة اللي هو الدبلوم المهني في فحص مسرح الجريمة ودوره في خدمة العدل. تاني دبلومة المتاحة الدبلوم المهني في السموم والكيمياء الطبية الشرعية. دولت الاتنين المتاحين للتقديم. طيب مواعيد التقديم بتاعتهم امتى؟ هي المواعيد المفروض الطبيعي بتاعها من اخر 7 لاخر 8، ولكن السنة دي نظرا لتأخر الدراسة هم فاتحين دلوقتي. الناس اللي حابة تقدم تتصل او تتواصل مع كلية الطب جامعة المنوفية. في قسم اسمه قسم الدراسات العليا كلية الطب، ده موجود ليه صفحة على الفيسبوك، ممكن تخشوا تتواصلوا معاهم عشان تعرفوا كل التفاصيل الخاصة بالتقديم. التقديم بيتم مرتين في السنة، في الترم الأول وفي الترم الثاني. بالنسبة للأوراق المطلوبة، إيه هي الأوراق المطلوبة عشان تتقدم في الدبلومة ديت؟ عندنا أول حاجة الأصل بتاع شهادة البكالوريوس، ولازم الأصل مينفعش صورة. الأصل بتاع السجل الدراسي اللي هو السجل الدراسي بيان التقديرات بتاعتك. الشهادة بتاعة التجنيد بتاعتك أو صورة طبق الأصل أو معتمدة منها. بتحتاج عدد 4 صور شخصية، وبتحتاج لو أنت شغال بتحتاج موافقة بتاعة جهة العمل بتاعت. لو أنت طبيب أو كلية في كلية طب أو كده بتحتاج شهادة الامتياز، أصل الشهادة بتاعة الامتياز. بتحتاج أصل شهادة الميلاد، وبتحتاج صور البطاقة الشخصية، بتاخد ملفات عدد 2 ملف لحفظ الأوراق، وسحب المظروف. ولو بالنسبة للوافدين لو انت من خارج مصر بتحتاج صورة كاملة من جواز السفر. وبتملى الطلب في طلب التحاق بالدراسات العليا، ده بتملاه في الكلية لو انت طلب. وفي قرار بتعمل قرار اقرار بالتعهد بعدم مزاولة مهنة الطب بعد هذه الدبلومة او بهذه الدبلومة. وده معناه ايه؟ ان انت بتمضي قرار عدم مزاولة المهنة، ان انت مش هتشتغل الدبلومة ديت، مش هتشغلك دكتور، انت مش هتبقى طبيب شرعي. لا، انت مش هتكون طبيب شرعي، انت معاك هتبقى اخصائي. اخصائي هتكون اللقب بتاعك هيكون اخصائي مش طبيب. عشان كده بيقول لك الشرط ده ان انت مش هتحصل تمضي على ان انت ما تزاولش مهنة الطب، ولكن انت هتشتغل كاخصائي، كاخصائي طب شرعي. لو انت عملت الورق ده كله والاوراق بتاعتك كلها مظبوطه، ما بتسجلش لما تكون كل اوراقك سليمه وتدفع رسوم المقرره. وكل الورق اللي انا قلته مطلوب منه الاصول بتاعه الورق. سؤال الناس كتير سألتني ان هو ايه يعني ايه همضي على تاخد بعدم مزاولة مهنة الطب بهذه الدبلومة. ده معناه ان انت ما ينفعش تشتغل او تمارس شغلة الطبيب. انت مش هتشتغل طبيب ولا عمرك هتكون طبيب طب شرعي عشان حصلت على هذه الدبلومة. ولكن وده مش محتاجين ان هم يقولوه اصلا، لان معروفة انت لما تحصل على الدبلومة تكون اخصائي مش هتكون طبيب.
الرسوم الدراسية 4000 على ترمين، بتندفع على ترمين. مع بداية التسجيل بتدفع 4000 جنيه، هي المصاريف 3000 جنيه في الترم، ولكن مع بداية التسجيل بندفع 4000 جنيه عشان في 1000 جنيه مصاريف التسجيل. يبقى أول ترم بتدفع 4000 جنيه، وفي الترم الثاني بتدفع 3000 جنيه. قبل كده كانت المصاريف 3000 جنيه و2000 جنيه. طيب مدة الدراسة قد ايه في الدبلومات ديت؟ مدة الدراسة في الدبلومات ديت بتكون سنة دراسية، بتكون سنة دراسية واحدة، يعني على فصلين دراسيين، ترم أول وترم تاني. التسجيل بيكون مفتوح في الترمين، اللي عايز يسجل في الترم الأول بيسجل، في ناس عايزة تسجل، يعني لو حد عايز يسجل في الدبلومة بيتاح تسجيل في الترم التاني أيضا. ناس كتير جدا بتسألني أنا لما أجي آخد الدبلومة ديت أو أقدم في الدبلومة ديت، هل الدراسة هدرس في الدبلومة دي باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ بتختلف على حسب الدبلومة اللي أنت مسجلها. لو أنت مسجل في الدبلومة بتاعة دراسة مسرح الجريمة ودوره في خدمة العدل، دي دراسة فيها بتكون باللغة العربية. لو أنت مسجل في الدبلومة بتاعة السموم والكيمياء الطبية الشرعية، ديت الدراسة فيها بتكون إنجليزي. الدبلومتين منفصلين عن بعض، ملهمش علاقة ببعض. لو أنت عايز تسجل في ديت بتسجل في ديت، لو أنت عايز تسجل في الأخرى بتسجل في الأخرى، لان انت كل واحد بيختار المجال او الدبلومه اللي هتفيده في مجال الشغل بتاعه، وعلى حسب انت التخصص بتاعك ايه. طيب الدبلومه ديت متاحه لكليات ايه هي الكليات المتاح ليها الدبلومه ديت؟ الدبلومه ديت متاحه لكليات الطب، متاحه لكليات العلوم، متاحه لكليات الصيدله، متاحه لكليات الحقوق، لكليات الشرطه، لاكاديميات الشرطه، لكليه العلاج الطبيعي، لكليات الزراعة، لكلية الطب البيطري، لكلية العلوم. تقريبا فتحوها لكل متاحة لكل الكليات. طيب هل الدبلومة دي متاحة لكل الكليات كل الأقسام ولا أقسام معينة؟ لا، الدبلومة متاحة لأقسام معينة، مش لكل الأقسام، أو تقريبا ممكن تكون لكل الأقسام. هي الطبيعة الدبلومة دي كانت فاتحة قبل كده، شغالة قبل كده في كليات الطب والصيدلة والعلوم وأكاديمية الشرطة وكلية الشرطة. الكلية كانت الدبلومة كانت متاحة لهم بالفعل، ولكن في السنة دي أضافوا ليهم كليات الزراعة وكليات الطب البيطري وبعض الكليات النظرية وكليات العلاج الطبيعي. ففي بعض السنة دي فتحوا الكليات ديت. بالنسبة لكليات الزراعة فتحت لكل الأقسام، وكليات الطب البيطري برضك فتحت لكل الأقسام. فأنت لو خريج كلية زراعة أو كلية طب بيطري أو كلية علاج طبيعي أو الكليات النظرية، بتقدر إن أنت تقدم في الدبلومة ديت في كل أي قسم، بتقدر إن أنت تسجل في الدبلومات دي. طيب في ايه هي مجالات العمل اللي انا ممكن بعد ما احصل على الدبلومه دي اشتغل فيها؟ الدبلومات ديت بتاهلك ان انت تعمل فني او اخصائي في المعامل بتاعه الكشف عن السموم والمخدرات، بتشتغل فني او اخصائي برضك في معامل البحث الجنائي، ممكن تشتغل في المعامل بتاعه وزاره العدل، مصلحه الطب الشرعي، وزاره الصحه. بيكون في بعض المعامل الخاصة بالسموم او الكلينيكية في المستشفيات او المعامل، الحاجات دي الاماكن اللي انت ممكن تشتغل فيها او الدبلومة تأهلك ان انت تشتغل فيها، ولكن بتشتغل كاخصائي او بتشتغل كفني. طيب المحتوى الدراسي، بالنسبة للمحتوى الدراسي للدبلومة ديت بيكون عبارة عن ايه؟ احنا قلنا الدبلومة بتكون ترمين. الترم الاول بتدرس بعض المواد الخاصة بأسس الدراسة بتاعت سمية الأدوية والمواد الكيميائية، أسس دراسة سمية المواد النباتية والحيوانية ومواد الإدمان، التقنيات الحديثة في الكشف عن السموم والمخدرات، ايه هي الممارسات والأخطاء المهنية والجوانب القانونية المنظمة لها في مجال التخصص، السموم المعملية العامة والخاصة. بتدرس مقرر في الحاسب الآلي، إحصاء طبي وطرق البحث والقيم الطبية، وبتدرس اللغة الإنجليزية. ده بالنسبة للمواد اللي انت بتدرسها في الترم الأول. بالنسبة لمواد الترم الثاني بتدرس السموم المعملية العامة والخاصة، الكيمياء الطبية الشرعية والسيريولوجي، وكان ده بيشمل التقنيات الحديثة في الكشف عنها في السوائل البيولوجية في الجسم. بتدرس السموم العامة والسموم الخاصة، بتدرس مادة التزييف والتزوير والأحبار، بتدرس مواد الإدمان وطرق الكشف عنها. ده بالنسبة للمواد الدراسية. بالنسبة لطريقة الحضور، بالنسبة للدبلومة، الدبلومة بتكون يومين فقط في الأسبوع. الحضور مش إجباري، مش شرط إن أنت تحضر، ولكن يفضل إن أنت تحضر عشان تفهم، عشان تقدر تنجح في الدبلومة في الامتحان النهائي بتاع الدبلومة. مدة الدراسة، قلنا إن مدة دراسة الدبلومة سنة واحدة، بتكون على ترمين.
الأوراق المطلوبة للقيد عشان تحدث على الدبلوم المهني. في الاتنين قلناهم قبل كده، نعيدهم تاني للناس عشان نأكد. تسحب المظروف، شهادة البكالوريوس، أصل شهادة الميلاد، وصورة البطاقة والموقف من التجنيد الأصل أو صورة طبق الأصل، صور فوتوغرافية 4 صور لو أنت من الوافدين، صورة جواز الطلب كامل، بتمضي الطلب بتاع الالتحاق بتاع الدراسات العليا، بتمضي تعهد إقرار بالتعهد بعدم مزاولة مهنة الطب بالدبلومات ديت. لو انت لازم تتوفر جميع الأوراق المطلوبة، كل المستندات بتكون أصول. والدبلومات احنا قلنا المصاريف قلناها، التخصصات كلها قلناها. اعتقد ان انا كده قلت كل حاجة تخص الدبلومة. الدبلومة يعني ناس كتير بتسأل هل هتشغلني ولا مش هتشغلني، هتضيف لي ايه مش هتضيف لي ايه. ديت للناس اللي هي عايزة تضيف لنفسها او تفتح في نفسها مجال شغل تاني غير الشغل بتاعها، او الناس اللي هي عايزة في مجال الشغل ده مرتبط او ريليتد بالحاجات ديت، فبتسجل في الدبلومة عشان تقدر تستفيد وتحسن من نفسها وتطور من نفسها وكل حاجة. ان انت لازم تكون ملم بكل المواضيع ديت. انت لو عايز الدبلومات ديت دبلومات مهنية، يعني ان انت تاخد الدبلومة ديت عشان تفهم وعشان تستفيد وعشان تطور من نفسك ومن معلوماتك. في اسئلة كتير، ناس كتير بتسأل هل الدبلومة ديت كويسة مش كويسة، طب هل هشتغل بيها مش هشتغل بيها، هتضيف لي ايه مش هتضيف لي ايه، هل هي احسن ولا مش احسن. اولا يا جماعه ديت انا قلت لكم ديت متاحه لكل الكليات دلوقتي، فتحوها الكل، كانت متاحه قبل كده لكليات معينه لكن دلوقتي بقت متاحه لكل الكليات. يعني بس اللي شايف ان هو هيستفيد منها وهتخدمه في مجال عمله هو بس اللي يسجل فيها، لان الدبلومه نفسها مش هتفتح لك مجالات عمل كتير اكتر من التخصص بتاعك، خصوصا لو انت كليه زراعه او طب بيطري، المجالات الشغل بتاعتك بتكون مفتاحه ومفتوحه كتيره جدا، فبالتالي دبلومه مش هتفتح ليك مجالات اكتر. فانت لو يعني الشغل في مجالك بيكون افضل من انت تشتغل في المجال ده، لان الشغل فيه وان انت تشتغل فيه برضك الحصول عليه صعب. لان ده في الاماكن ديت بيفضلوا انت بعد الدبلومه بتكون زيك زي ما خريج الطب بيحصل على الدبلومه، ايضا خريج الصيدله، خريج العلوم، كل الكليات بتحصل عليها. ولكن لما يكون في وظيفه او مكان عايزين ناس تشتغل بيفضلوا خريج الطب او خريج الصيدله، لان دراستهم بيكونوا درسوا المواد كتيره خاصه بالموضوع دوت، او الكليات اللي فيها اقسام القسم بتاع التخصص دوت، فهم بيفضلوهم طبعا. انا اعتقد ان انا كده جاوبت على كل الاستفسارات، على كل الاسئله المتاحه او المطلوبه. لو عندك اي استفسار او اي سؤال بخصوص الدبلومه يا ريت تسيب تعليق اسفل الفيديو وهرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، ويا ريت ننشر الفيديو على اوسع نطاق بحيث يفيد الناس كلها والناس كلها تستفيد. وفي النهاية لو عجبك الفيديو او عجبك المحتوى بتاع القناة يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس، ونحاول نوصل الفيديو لاكتر ناس ممكنة بحيث كل الناس تستفيد. عندك اي تعليق تاني يا ريت تسيبه اسفل الفيديو وهرد عليك ان شاء الله. اشكركم لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد على قناتكم قناة اسلام تفاح.